اللقطات دي كانت اللحظات الأخيرة قبل ما لينسي شير تبعت صورة جوزها القاتل مأجور، وكتبت معاها اقتله. لينسي وروبرت كانوا عايشين الحياة اللي أي زوجين بيحلموا بيها، حب وثروة وعيلة جميلة، لكن زي ما انتوا عارفين مش دايما الحلو بيكمل للآخر. لينسي بتقول إنهم قدموا طلب الطلاق، وإن العيشة مع بعض في نفس البيت كانت صعبة أكتر مما نتخيل. لينسي بتحكي إن يومها كانت صاحية مخططة إنها تسافر، وروبرت كان مصمم إنه ميسافرش، وبعدها كان بيبعتها وراح للعربية بتاعتها يخرج الحاجات اللي كانت مجهزها للسفر، وبيقول لها إن العربية دي بتاعته، وبقى بيتعامل معاها بعدوانية وعنف، وده اللي خلاها تكلم الشرطة لأن وقتها كانت بتتعرض للعنف فعلا. So what's going on? Y'all are separated, or what's the deal? We have filed for divorce. Okay. We're living in the same house. It's hell on earth, as you can imagine. Okay. But anyway, woke up this morning. We have travel plans to leave. Mhm. And he's insisting that I don't go. Okay. And then I have my keys. He moves me out of the way, starts trying to unload my car. Tells me he owns the car, he owns the rights to it. Just got super aggressive, and that's when I called immediately because he's been physical before, and I'm just not. Okay. للأسف جواز لينسي وروبرت اتحول لعلاقة سامة، وبعد خطوة الطلاق الصعبة دي قررت لينسي قرار هيكلفها كل حاجة في حياتها حرفيا. لكن ليه العلاقة اللي كانت سعيدة ومتكاملة في البداية وصلت للمرحلة دي؟ وليه لينسي كانت عاوزة تخلص من روبرت؟ وازاي الشرطة كشفت الجريمة اللي كانت ناوية عليها؟ خلينا نعرف سوا القضية بتاعت لينسي اللي حاولت تأجر قاتل مأجور عشان يخلص على زوجها المليونير. يلا بينا نبدأ. لينسي شير مواليد 28 أكتوبر 1986، اتولد في دوثان ألاباما ونشأت بعد كده في توماسفيل. عاشت لينسي حياتها في الجنوب وشاركت في مسابقات كتيرة للجمال، وفازت كمان بلقب ملكة مقاطعة هيوستن سنة 2005، وخدت المركز الثاني في مهرجان بينافيتس الوطني لنفس السنة. وفي سنة 2006 دخلت لينسي جامعة أوبرن عشان تدرس التعليم الابتدائي عشان تبقى مدرسة، وعاشت تجارب وأجواء جميلة مع أصدقائها هناك، وكانت بتلعب رياضة في وقت الفراغ بتاعها. وواحدة من الحصص بتاعتها قابلت زوجها المستقبلي روبرت شير اللي كان واحد من فريق كرة القدم في الجامعة، وبدأت علاقتهم الرومانسية واتجوزوا تقريبا بعد التخرج على طول، وبدأوا حياتهم اللي بعد الجواز اللي كان باين عليها إنها هتفضل حياة سعيدة طول العمر. كان تقريبا معاهم كل حاجة الفلوس تقدر تشتريها بما فيهم الطيارة الخاصة، وكمان ربنا رزقهم ب3 أولاد أجمل من بعض. كان باين عليهم كده إنهم تقريبا العيلة الأمريكية المثالية. عاشوا حياة فخمة في بيت كبير وجميل، وقضوا حياتهم في أماكن وخروجات لطيفة، وكانت الأجازات بتاعتهم في جزر البهاما، وكان عندهم بيت هناك مخصوص للأجازات. بشكل عام زي ما قلنا كان عندهم كل حاجة الفلوس تقدر تشتريها. لكن زي ما ممكن تكونوا تخيلتوا الحياة دي ما كانتش حاجة جديدة على روبرت، وده لأن عيلته بطبيعتها كانت عيلة غنية جدا، مولود في بقه معلقة دهب زي ما بنقول. أبوه كان ألين شير، كان اشتغل كرئيس تنفيذي لشركة فلاور فودز، ودي كانت شركة بقيمة $1 مليار وقتها، ده قبل ما يستقيل سنة 2019. لكن بعد ما تعطلت مسيرة روبرت الرياضية كان سهل جدا على روبرت إنه ينقل الخطة الاحتياطية، وهي إنه يكون راجل أعمال ناجح، واشتغل كنائب لشركة تأمين اسمها سينيور لايف، وكسب منها فلوس كتير جدا، وده اللي خلى لينسي تعيش حياتها بس كأم وما تقلقش على أي حاجة مادية في حياتها. كانت لينسي بتشارك شوية من لقطاتها السعيدة مع عيلتها على الانستجرام، وفي واحدة من المنشورات في يونيو سنة 2022 شاركت صورة ليها ولعيلتها في البهاما، وكتبت عليها إنها أم بهاما الحقيقية. وفي منشور تاني شاركت فيه صورة لواحد من أولادها وهو بيلعب كورة، وكتبت عليها أنا بعيش حياتي كأم لكرة القدم. لو بصيت من بعيد هتلاقي إن روبرت ولينسي عايشين علاقة سعيدة ومفيهاش غلطة، لكن زي ما هنكتشف مع الوقت كانت اللحظات الحلوة دي هي الهدوء اللي بيسبق العاصفة، لكن محدش كان عارف هتيجي إمتى. في سنة 2023 كان بيقال إن لينسي خدت بالها من شاب عنده 28 سنة اسمه تيرين باثل، كان شغال في بار بسيط في جزر البهاما. صديقة لينسي كانت بتقول إن لينسي كانت مشتتة جدا في جوازها لفترة طويلة، كانت بتقول كمان إن الفترة اللي كانت بتمر بيها لينسي كانت أشبه بفتيل النار، وإنها بتقول إن الشاب اللي اتعرفت عليه ده كان مثير للاهتمام، وكان مختلف وسلس في التعامل، وبيحب يتعامل مع السياح وأصحاب البيوت اللي حواليه. وبتقول صاحبتها إن لينسي كانت عايشة حياة مزدوجة، شوية عايشة كزوجة من جورجينيا عندها 3 أولاد، وشوية تانية كبنت شقية في البهاما. وبتقول كمان إن لينسي وصلت لمرحلة ما بقتش قادرة تخبي مشاعرها تجاه الشاب ده، وطلعت عليهم إشاعات بتقول إنهم فعلا حبوا بعض وبقت بينهم علاقة قوية جدا ومجنونة. ومع الوقت روبن عرف إن زوجته لمدة 13 سنة كانت بتقابل شخص تاني غيره، وقرر إنه ياخد الخطوة ويوقف اللي بيحصل. وفي مقالة في صحيفة نيويورك بوست بتقول إن روبرت أجر محقق خاص عشان بس يتابع لينسي في البهاما، وفعلا أخد صور ليها هي والشاب اللي معاها في واحدة من المناسبات. محقق جاب
صور تانية لينسي مع واحد تاني بان بعدها إنه مدير من بار محلي، وبتقول المصادر إن روبرت واجه الراجل ده وكان الراجل مصدوم جدا لأن الراجل بيقول له إنه مش عارف هو أصلا بيتكلم عن مين. بعدها المحقق وصل لصور لينسي وتيرين الشاب بتاع البار وهم مع بعض، وعلى حسب صحيفة نيويورك بوست فروبرت قابل تيرين وشكره بسخرية عشان يأكد شكوكه ويقول له شكرا إنك اهتميت بمراتي. وفي إبريل 2023 روبرت قدم طلب الطلاق واتهم فيه لينسي بسلوكها الغريب وخيانتها، وقال كمان إن زوجته ما تستحقش النفقة لأنها قادرة تشتغل، وطلب كمان بحضانة قانونية مشتركة وحضانة أولية لل3 أولاد، ده غير إنه ياخد نصيبه من البيت اللي قيمته فوق $2.5 مليون بالإضافة للأثاث والعربيات. وكمان طلب بأمر يمنع لينسي من إنها تعتدي عليه. طبعا هنا لينسي ما كانتش ناوية إنها تنكسر بسهولة، عشان في اليوم اللي بعد تقديم روبرت طلب الطلاق قدمت هي كمان أوراق الطلاق الخاصة بيها عشان تواجه بيها روبرت. وفي الطلب بتاعها قالت إن أي علاقة غير شرعية حصلت كان خلال فترة انفصالهم، وإنه قانونيا الزوج ما كانش عنده مشكلة، ده غير إنها اتهمت روبرت بالعنف الجسدي والعاطفي والنفسي كمان، وقال إنه كان بيبهدلها حتى قدام أطفالهم. وطلبت من المحكمة حمايتها من أي تصرف من زوجها لأنها ما كانتش حاسة بالأمان حتى بعد ما غيرت أبواب البيت كلها. وبالنسبة للنفقة وأصول الزوجية قالت لينسي إنها تستحقها لأنها كانت معتمدة على دعم زوجها ليها، وعلى الوقت اتراكمت عليها الديون وما كانتش قادرة إنها تسددها لوحدها. وادعت كمان إن روبرت حول $98,000 من حسابها المشترك لحسابه الخاص، وحظر عليها استخدام الطيارة الخاصة بتاعته كنوع من العقاب إنه يمنعها من حياة الرفاهية اللي كانت عايشة فيها. وقالت كمان إن روبرت حتى قطع عنها النت بسبب إنه وقف دفع الفواتير بتاعتها. من خلال كل اللي قلته لك دلوقتي تقدر تعرف إن الطلاق ده هيبقى عشوائي وملخبط جدا، بس بعد مدة بسيطة الأمور بدأت تتحول من السيء للأسوأ بكتير. وبعدين السلطات كشفت عن فيديو من كاميرا كان واضح فيها قد ايه العلاقة بين الاتنين دول كانت مرعبة. وفي واحدة من الفيديوهات المسجلة في 30 ابريل 2023 كان واضح لينسي وهي بتتكلم مع الشرطة عن مشكلة الحضانة مع روبرت، وعلى الرغم من ان الاتنين كانوا لسه عايشين مع بعض وما كانش حصل طلاق نهائي لسه، قالت لينسي انها قلقانة ان روبرت ممكن ياخد اطفالها منها ويوديهم لاهله. وكانت لينسي راحت لبيت عيلة زوجها لما الشرطة وصلت، وبتقول إنها بتحاول تتواصل بيهم وتكلم المحامي بتاعها لكن محدش بيرد عليها، وده اللي خلاها تتصل بالشرطة عشان يقابلوها ويعرفوا اللي بيحصل. ولأنها كمان كانت بتحاول تقابل زوجها، وبتقول إن الأطفال كانوا مع عيلتها طول الأسبوع، ولما كانت في الطريق لأهلها وصلت لها رسالة إن روبرت خد الأطفال معاه لبيت أهله، وبتقول إنه مالوش الحق إنه يعمل كده. Okay, my in-laws are in the parking lot right there. In the white Lexus. Yeah. I've tried to call them. This is my attorney on the phone. And have not been able to get a hold of them. But that's what I was calling for, was for y'all to come meet with me because I'm trying to meet up with my husband right now. So what are y'all trying to do? Custody? 46 Thomas. I'm relocating to a compliance location at BP West. In the divorce. He's just had my kids with my family all weekend, and I respected that. I didn't go up there with my family. On the way back this morning, they were in Wiggum 20-30 minutes ago. 23 They were Thomas. headed home, and then I get the message that he's dropping them with his parents, who have no rights. Okay. وكمان بما انها شاهدت اللي بيحصل كانت اول حد يتصل بالشرطه عند بيت اهل روبرت، مع ان الشرطه بتقول ان ام روبرت هي اللي كانت كلمتهم الاول واتهمت فيها لينسي بالعنف والتهديد، لكنها نفت كل ده وكانت مصره ان هي اللي كلمتهم اول واحده، وانها كانت بس عاوزه تشوف اطفالها عشان كده كلمت الشرطه. So as a witness for me, that's why I called y'all to meet me at his parents' house. You called? I called. I was the first one to call. I don't. I asked who my complainant was, and they said the white Lexus. And then. No, I called first. Okay. لكن حماتها ام روبرت كلمت الشرطه وقالت لها انها كانت ماشيه وراهم وبتضايقهم. هي بتقول لينسي انها بس كانت بتحاول تعرف هم واخدين الاولاد ورايحين فين عشان تكلم الشرطه تقول لهم، وبتسال لينسي الشرطه عن الاطفال بتوعها لكنهم بيقولوا انهم مش عارفين وان المفروض ان الاطفال مع زوجها روبرت. What time did you call dispatch? Let's see. Called a lot of people this morning now at 12:38. 27 Thomas. Okay, so that was probably that might have been the original call then. I don't know. There's no crime here, so we're not. But where are my kids? I don't know. They got to be with your husband. Which is what, just frolicking around and can until he drops them with them?
وقالت إن هي كانت بتحاول تتصل بيه أكتر من مرة لكنه ما كانش بيرد عليها. حتى لما سألوها روبرت هو المفروض بيكون فين دلوقتي قالت لهم إن هو المفروض يكون في بيتها، فبيقولوا لها إنه لسه مش بيتك وإن أنتوا لسه علاقتكم مع بعض. So you think your Husband has them, still has them, but he won't answer. but he won't answer. Okay. When was he supposed to bring the kids back to you? This morning. Oh yeah, Okay. no one's answering the phone. Yeah. Where's your husband been staying? Oh, at my house. Okay. It's a lovely situation. So he just isn't home. He hasn't come home yet. Okay. وبتحاول لينسي تتصل بابنها لأنها كانت كلمته قبل كده ورد عليها وقال لها إنه مع أبوه. I'll try my son, who I tried earlier and had talked to, and he told me they were in Wiggum. But now I'm sure Robert's got him not answering the phone. بيقول لها الضابط إنها كانت ماشية وراهم ومعاها مسدس، فبتعمل نفسها مندهشة وبتقول إنها متأكدة إن حماتها عندها هوس وإنهم كلهم عندهم مشاكل عقلية ومش هيعرفوا يهتموا بالأطفال. فبيقول لها الضابط إنه ملوش دعوة بالكلام ده، هم بس جايين عشان الاتصال اللي وصل لهم. You got a gun, which isn't illegal. It doesn't No, it matter. don't, though. It doesn't matter though. But I don't. And Oh my God. yeah, Oh so God. she You're welcome to mother-in-law search my car. something is she's freaking out apparently, She's but hypomanic. but Just a mental issue. All Yeah. three of the people in the car have a Sure, mental Thomas, issue. Diagnosed. yeah, They don't need my kids. yeah, they're saying the same thing. 10-4-84 They're saying you got Pat, a Georgia mental Tech, issue Tango, and give Tango, Golf, you're Mike on 5139, drugs TGM and all this kind 5139, of stuff. white and color Hyundai SUV. That's none of our business. All I'm saying is that's the call we got. That's why we But showed these are up. my kids. الشرطة كمان اتكلمت مع أم روبرت وكانت عاوزة تعرف هم لقوا المسدس اللي في عربية لينسي ولا لأ، فبيقول لها الضابط إنه ما فتش العربية بتاعتها. Well, I didn't search the car or nothing, but I asked her about it. She said she did. But وقالت له إن لينسي كانت وراهم فعلا ومعاها سلاح، فبيقول لها الضابط إن لينسي ما كسرتش أي قوانين، فبتقول له أم روبرت إنها خايفة ترجع البيت بعد اللي شافته من لينسي، وبيرد عليها الضابط إنها تكمل يومها عادي جدا ولو حست بأي خطر من ناحيتها تكلم الشرطة فورا. Okay, so you guys can go about your business. Okay, if she's following you or you feel like she's threatening you in any way from moving forward, you can call 911 again. But with what we have right now, I'm afraid there's nothing we can do. Okay? This whole thing's been documented and recorded, so you ain't got to worry about that. Okay? She's We just don't have nothing. We're not there. doctors. She is, right there. That's not her. Is that somebody else? No, that's somebody else. Make me nervous. I'm a nervous wreck. Makes me not want to go home though. yeah, She's Y'all left. don't know her. You don't know her like you no, know. I don't know. So it's not a good environment. It's a toxic environment, and it's. Well, I mean, considering not just you, but her own mom saying the same thing, I'd be inclined to believe it. You just gotta understand. كمان اتهمت لينسي بإنها مش مستقرة نفسيا، وده بسبب موقف حصل لهم قبل كده معاها لما كانت رايحة تنقل لبيت بنتها اللي جنب بيت روبرت ولينسي، وكانوا عاوزين يشوفوا أولاد روبرت، لكن لينسي ما كانتش بترد على الموبايل بتاعها، كانوا فاكرينها قتلت نفسها أو خدت جرعة زيادة. No, we moved in with my daughter who has cancer. She lives right behind Robert and Lindsay. So we are 106 Stiles Lane. We were headed to where our big home is up for sale because Robert was going to bring the kids and let us see him because Lindsay was not answering their phone calls all day today. So they thought she killed herself, to be honest, and had taken an overdose or something. في اللقطات اللي اتسجلت يوم 16 يوليو 2023 كانت لينسي وروبرت بيتخانقوا على الطيارة الخاصة بتاعتهم وإن كل واحد عاوز ياخدها ويسافر بيها للبهاما في الأجازات. وأول ما كان روبرت موجود في البيت اتصلت لينسي بالشرطة فورا. وصلت الشرطة وسألتها عن وضعهم الحالي وقالت لهم إنهم مقدمين على ورق الطلاق لكنهم حاليا ساكنين في بيت واحد وإنهم عايشين حياة أصعب مما نتخيل. So what's going on? Y'all are separated, or what's the deal? We have filed for divorce. Okay. We're living in the same house. It's hell on earth, as you can imagine. Okay. لينسي بتحكي إن يومها كانت صاحية ومخططة إنها تسافر، وروبرت كان مصمم إنه ما يسافرش وبعدها عن العربية بتاعتها وخرج الحاجات اللي كانت مجهزاها للسفر وللأطفال وإنه مش هيسمح لها إن هي تسافر، وده اللي خلاها تكلم الشرطة لأنه وقتها كانت حاسة إن روبرت بيتعدى عليها. But anyway, woke up this morning. We have travel plans to leave. And he's insisting that I don't go.
Okay. And then I have my keys. He moves me out of the way, starts trying to unload my car. Tells me he owns the car, he owns the rights to it. Just got super aggressive, and that's when I called immediately because he's been physical before, and I'm just not. Okay. فبسألها الشرطة هل هي كانت طالبة تمشي لوحدها ولا كانوا هيمشوا سوا، فقالت لها المفروض ان هم كانوا هيمشوا سوا مع الأطفال. بتستغرب الشرطة وبتسأل هو ايه بالظبط سبب الاتصال بالشرطة او هم يقدروا يعملوا ايه يساعدوها، يعني انتوا قدمتوا طلب طلاق ورايحين مع بعض تسافروا وده على خلاف الواقع والكلام اللي بتحكيه. فبتقول لهم الشرطة انهم محتاجين هدوء وبتوصيهم انهم ما يخرجوش مع بعض طالما في مشكلة وفي ورق طلاق لسه، يعني ما تبقوش مبهدلين بعض في المحاكم وخارجين تتفسحوا. وكمان قالوا لها انها تتجنبوا طالما هي بتقول انه بيضايقها طول الوقت. Not doing that. So are you just wanting to leave? Or is he supposed to be going with you? Yeah, we're supposed to be going with our kids. Okay. All right. So I don't know that's what I was asking dispatch, like what y'all can do if there's even, but of course now he's inside acting. I mean, I don't know what it is that you want us to do. I mean, if y'all have filed for divorce and y'all are going on a vacation, other than telling him he needs to calm down, I don't personally recommend you go on a vacation if there's an issue like that and y'all have filed for divorce. Right. I mean, it's obviously a hostile situation. Right. So is there a way that you can go without him, or? I mean, the best thing, what we're going to do is tell y'all that y'all need to separate. Right. I mean, has he put his hands on you that, you know, have y'all been physically aggressive today? I mean... No, just besides him moving me out of the way of my car to get to it. Okay, what do you mean he moved you out of the way? Like pushed me out of the way so he could get to my car and start unloading it. Okay. We're going to need to talk to him then. وبعد كلامهم من لينسي راحوا اتكلموا مع روبرت وحكى لهم انه كان مخطط لرحله لجزر البهاما مع الاطفال، لكن لينسي كانت مخططه انها تروح لكي ويست عشان تقابل صاحبها، وبعدين غيرت رايها وكانت عاوزه تسافر مع صاحبها لجزر البهاما، كانت عاوزه تاخد الطياره الخاصه، لكن روبرت ما سمح لهاش بيها وقال ان الخناق الكتير على الطياره هيخلق مشاكل كتير في نفسيه الاولاد، دي الحاجه اللي مش هيسمح بيها. Okay, so what's going on this morning? So for the last 3 weeks, maybe longer, she's had her couples trip planned with her boyfriend to go to Key West. Okay, but she just said you're going. That was to Key West. But they don't. I'm taking my kids, my 3 boys, to the Bahamas this morning. Our kids. Our kids. Yesterday, she sent a message saying that she's going to change her plans and now get on the airplane with me and the kids to go to the Bahamas. But I own too, And by when the we way. land, she's going to go to her boyfriend. Elsewhere. And me and the kids are going to our house. And I told her I'm not supporting that. And you're not getting on the airplane. That can mess with the kids' heads. And it's just something we're not going to do. Well, I own 50% of an airplane. She, on paper, owns 25 of that. And majority owner, or the other 50% owner, and myself are both in agreement to not have her on the airplane. So 75% says we don't want you on the plane. That doesn't mean you get aggressive, push me out of the way, start unloading my car. Push you out of the way. Yes, at the back of the car. Okay. Lindsay, I did not push you or anything. He doesn't want me to go. I raised the back to grab my kids' suitcases. So With we a could locked leave. car. So we could leave. That's all it is. فبيرد عليهم الضابط عشان يعيد الكلام اللي قاله مع لينسي انهم كده كده مقدمين ورق طلاق، في الحالات دي الافضل ان هم ينفصلوا عن بعض، ومش بس كده كمان ما ينفعش يخرجوا اجازات مع الاولاد مع بعض، واي مكان ما ينفعش يجمعهم اصلا طالما الطلاق لسه ما حصلش. Okay. I'm going to tell you both, like I told you a minute ago, y'all are filed for divorce, okay? In situations like this, the best thing that we always recommend is y'all separate. Don't just separate from each other. You don't need to be going on vacation together if you file for divorce and it's obviously a volatile situation. That's Right. That, I mean, I don't know how else
to put it other than that, okay? كان وضعهم باين عليه إنه صعب جدا التعامل معاه، حتى مع وجود الشرطة كانوا بيتخانقوا على السفر والأطفال، وما كانش حد فيهم مستعد إنه يتنازل للتاني، والشرطة ما كانش في ايديها حاجة تقدر ترجعهم بيها أو تمنعهم من السفر، وده لأنه ملهمش علاقة باللي بيعملوه أصلا. وقالت لهم الشرطة إنهم موجودين بس علشان يمنعوا العنف ويهدوا الدنيا شوية، وإنه الأفضل إنهم ما يخرجوش في رحلة سوا لأن ده هيبوظ الدنيا أكتر. I mean, if it's this type of situation, y'all just need to separate. I mean, just don't be around each other if it's going to be like this. But how do we do that with 3 kids? All right, what do you have to get the cops? So now I'm able to get my kids' stuff back out of the vehicle. Okay, why are we doing this though? Why do you need to do that? Well, because he's taken my kids. So we're going to go back and so we're going to stand here while y'all go back and forth moving suitcases back and But forth that's what between I'm saying. cars. So that's what's just happened. If that's what you feel like you need to do, then I mean, then by all means do it. But you understand it's making the situation worse, and you're doing it in front of the children now. I don't. Our plans have been the same for weeks. مع مرور الوقت ظهرت بعض المكالمات اللي عملها روبرت مع الشرطة، واللي بعدها الناس لاحظت إنها غريبة ووراها حاجة. واحدة من المكالمات كانت يوم 20 فبراير 2023. طلب روبرت من الشرطة إنهم يروحوا معاه البيت لأنه كان حاسس بقلق من تصرفات لينسي، وقال في المكالمة إن زوجته كانت لسه راجعة من شوية من خارج المدينة وكان عارف إنهم ماشيين في سكة الطلاق، وقال إن لينسي فصلت تليفونه من مكان اسمه فرايزون، ولما معرفش يكلمها كلم والدته من محل فرايزون لأن دي الطريقة الوحيدة اللي يقدر يرجع بيها التليفون. All right, so my wife just got back from out of town, and I believe that we are heading down the road of getting divorced. She just cut my cell phone off from Verizon. She called Verizon and had my cell phone disconnected, so I'm calling on my mother's phone at the Verizon store because the only way I can get it back active is if she releases it. ده خلاه يضطر يرجع للبيت، وكان حاسس إنها بتحاول تكلم الشرطة عشان يكونوا موجودين أول ما يوصل، وقال إنه كان بيحاول يكون موجود ويتصرف طبيعي لأنه مش معرض لأنه يعمل أي تصرف غبي بالذات قدام الأطفال، وإنه بس كان بيحاول يرجع للبيت ياخد الحاجات بتاعته ويمشي. لكن طبعا الأطفال كانوا في البيت وهو ما كانش عاوز أي حاجة تحصل قدامهم، وإن لينسي كانت بتستنى أي تصرف يحصل منه عشان تمسكه عليه وتصرخ بصوت عالي وتجيب الشرطة عشان يقبضوا عليه بأي شكل. So I have to go over to our home, and with the way that she is behaving, I feel like she might try and call the police to try to set me up as soon as I get there. And I wanted to try to get out in front of it because I'm not a risk of, doing anything crazy. I'm just trying to go to my house, and if I need to pack my stuff and leave, I can pack my stuff and leave. But my kids are there, and I don't want it to be presented as she goes and screams bloody murder, calls the police over nothing to try to have me carried off in a police car. وفي مكالمة تانية اتكلم روبرت عن ظرف غريب اتسلم للبيت بتاعه وكان فيه صورة زوجته، وما كانش عنده فكرة مين صور الصورة دي وهل في حد بيراقبها أو لأ. Listen, I do not have an emergency right now, but I was wanting to just kind of put you guys on notice of something that it's been kind of odd. Mm-hmm. Are you the right person to talk to, or do I need to be transferred to a dispatch, or what? This is dispatch. Okay, so today at work, I had a letter delivered to me, and it was a USB thumb drive. وقال كمان انه لما كان في الشغل وصلت له رسالة وكانت عبارة عن USB ما كانش عليها اي عنوان او اي معلومة تعرفه من الشخص اللي بعتها، ولما وصل USB بالكمبيوتر لقى عليها صور لزوجته من حوالي اسبوعين لما كانوا مسافرين، ونفس USB ده اتبعت لبيت اهل روبرت. And it didn't have a return to sender address or anything, and so I plugged the thumb drive in, and it had all these pictures of my wife on it from about 2 weeks ago when we were out of the country. And the same thumb drive was delivered to my parents' house about a mile away in an unmarked envelope.
ولما دقق روبرت في الصور كان شكلها من تصوير محقق خاص، وكلم كل الناس اللي يعرفهم لكنهم ما كانش عندهم فكرة عن اللي بيحصل، فما كانش عارف هل في شخص بيراقب مراته ولا ده حد مجنون وخلاص. وقال لهم انا بس ببلغكم، ولو امكن تيجي الشرطة للبيت تشوف بنفسها لو حصل حاجة غريبة او ظهر حد بيحاول يراقبنا. وقال لهم انه مش محتاج غير انه بس يعرف معلومة عن الشخص اللي صور الصور دي، وانه بيحاول يشوف الناس اللي عندها كاميرات حواليه علشان يشوف هل الشخص ده ظاهر في التصوير ولا لا. And it looks like, glancing through, that it was almost like a private investigator, but we have spoken with everybody that we know, and they've all confirmed that they don't know what we're talking about. Okay. So I don't know if we have like a potential stalker or some lunatic that's in town that has been following my wife around. But we just wanted to let you guys know it might do, or we would like it if you guys could maybe, just make a couple of passes by our home tonight. We just kind of went through and checked the whole house ourselves. Okay, do you want to get a report as well? I don't think we need a report just yet, because we're trying to find out more information on who took the pictures, and we're talking to some people that have some security cameras to see if we can get a picture of the individual first. Okay, were the pictures taken while you were out of the country, or were they taken while you were here? They were taken while we were out of the country in the Bahamas. دلوقتي الكلام ممكن ما يكونش منطقي لبعض الناس، بالذات بسبب التقارير اللي قالت انه كان مأجر محقق خاص يراقب زوجته لما كانت مسافرة. وكمان قبل شهر من القبض على لينسي قال الزوجين ان هم اتكلموا معظم مكالماتهم مع الشرطة والطوارئ، لكن اللي كان غير متوقع التطورات المرعبة اللي وصلت لها العلاقة. بعد الخناقة بتاعتهم في 16 يوليو بسبب الطيارة الخاصة، بعتت لينسي بحسب التقارير صورة روبرت لصاحبها تيرين مع رسالة بتقول فيها اقتله. ولسوء حظ لينسي الرسالة دي وقعت في ايد شرطة باهاما بالصدفة، وكانوا بيحققوا في قضية تانية خالص. في 20 يوليو شرطة باهاما جالها تقارير ان في شخص اقتحم بار وسرق الخزنة، وبالصدفة البحتة البار ده اللي كان شغال فيه صاحب لينسي تيرين. شكت الشرطة ان المجرم في عملية السرقة دي كان من البار نفسه، فبدأوا يفتشوا كل التليفونات الموظفين، ولما فتشوا تليفون تيرين وصلوا لرسالة لينسي بالصدفة. وفي 21 يوليو تم اعتقال لينسي تيرين، وراجل كمان كان معاهم كان اسمه فارون نيوبولت جونيور بتهمة التأمر على ارتكاب جريمة قتل. فارون كان مهندس مدني ومغني راب، وكان من عيلة راقية ومحترمة جدا، وما كانش واضح عليه أي ارتباط بالقضية، لكن الشرطة قالت إنها لقت رسائل متبادلة بينهم هما التلاتة، وواضح من خلالها إنه احتمال كبير إن هو اللي كان هينفذ عملية القتل بنفسه وبمقابل مادي. ومع ذلك أنكر معظم سكان المكان احتمالية إنه يكون مشارك في جريمة زي دي أصلا، وإن فارون من عيلة محترمة وطيبة وعنده وظيفة كويسة، وإنهم ما سمعوش عنه أي تورط في أي جريمة قبل كده. ولما عرف روبرت بالمؤامرة اللي بتحصل عليه راح للشرطة في نفس اليوم وقال لهم إنه خايف على حياته وحياة أطفاله. وبعد القبض على الثلاثة المتهمين اتنقلوا من جزيرة جوانا للعاصمة ناسو، لأن السجن الوحيد في البلد كان هناك. وبتظهر اللقطات والفيديوهات التعامل بتاعهم مع الضباط في السجن، وكان باين عليهم انهم هاديين ومسترخيين، وكانوا حتى بيبتسموا ومش فارق معاهم، وكانوا بيأكدوا براءتهم بشكل متكرر. وقال تيرين انهم كبروا الموضوع، وفارون قال ان القضية دي مش زي ما الناس كانت فاهمة. واثناء التحقيق انهارت لينسي واعترفت انها بعتت الصور فعلا ومعاها الرسالة، لكنها بتدعي انها ما كانتش بتتكلم جد، وانها بس كانت حالة حزن من حالة الطلاق اللي حصلت وكانت بتعبر عنها. طبعا كل الكلام ده ما غيرش حاجة في موقفه، واتسجنت لينسي في سجن فوكس هيل المشهور، واكتر حاجة بتشهره هو سوء الاوضاع اللي فيه، بما فيه العدد الكبير من السجناء اللي بينهوا حياتهم فيه، ويعتبر المكان اللي بيروح له المجرمين الخطر، واي شخص من السجناء بيحاول ينجو بحياته من المجرمين اللي موجودين فيه. وكان ده المكان اللي هتعيش فيه واحدة من ملكات الجمال، وام للبهاما وكرة القدم، وام ل3 اطفال. لينسي قضت 19 يوم في السجن، ما كانتش قادرة فيها تغير لبسها حتى، وبيقال كمان انها كانت لابسة اسورة في ايديها قيمتها اكتر من $6000، لكن محدش في السجن عرف يفكها. بعد كده اتحددت الكفالة اللي هتطلع لينسي، وكانت بقيمة $100,000. وطلعت اشاعات كتير وقتها بتقول ان روبرت وافق انه يدفع الكفالة دي، لكن ظهرت مصادر تانية قريبة من القضية بتنفي الكلام ده. واكد روبرت انه ما عندوش مانع انها تخرج من السجن بكفالة، لكنه ما كانش الشخص اللي دفع الكفالة دي. في يوم 9 أغسطس خرجت لينسي من السجن، لكن ما كانش مسموح لها انها تخرج من البهاما اثناء مراجعة القضية كجزء من شروط الافراج عنها، وامروها انها ممنوع تكلم شركائها في القضية ولا زوجها.
وممنوع تقرب منه على بعد 100 قدم، وكمان أمروها بإنها تفضل في شقة متأجرة من الساعة 8 مساء لحد 5 صباحا. وكانت السلطات المحلية بتتحقق بشكل مستمر من مكانها 3 مرات في الأسبوع. وفي لقاء ليها مع الصحافة كانت بتتكلم عن المعاناة اللي شافتها في السجن، وبتقول إنه كان صعب جدا ومش هتقدر تقول كلام كتير عشان المحامي بتاعها قال لها كده. شركاء لينسي في القضية خرجوا هم كمان بكفالة $20,000 كل واحد فيهم، لكن الحاجة الملفتة للانتباه هو إنهم ال3 كانوا متمسكين بنفس المحامي. وخلال جلسة دفع الكفالة ظهرت لينسي وتيرم بيضحكوا ويهزروا مع بعض، ومش باين عليهم أي شعور بالقلق ولا التوتر بسبب التهم اللي اتوجهت ليهم. fact that they're both being accused by the Crown and the Bahamas here and police of being co-conspirators conspiring to kill her current husband Robert Shiver. Are they still in love now that they have been incarcerated? They're out on bail, each of them wearing matching bracelets, ankle monitors, and we didn't see them talk too much or whisper or touch like we saw in July when they were initially released. Today what we did see is a lot of talk with the attorneys, joking with the attorneys before things got serious. I thought it was interesting that Lindsay Shiver. يوم 21 ديسمبر سمح القاضي في البهاما لينسي بإنها تسافر لأمريكا في أجازة الأعياد عشان تشوف أولادها، وقال إن روبرت سمح للأطفال بزيارة لينسي، وده طبعا كسر الاتفاق اللي نصحوا بيه علم نفس الأطفال وإنهم مش مؤيدين لخطوة زي كده. ومع ذلك محامي لينسي قدم طلب للمحكمة في 3 يناير 2024 لإجبار روبرت على إنه يخليها تشوف أطفالها. وعلى كلام المحامي بتاعها فهي كان مسموح لها بس تتكلم مع أطفالها مرة واحدة وعلى برنامج فيس كام في عيد الميلاد، وما قدرتش تتواصل معهم بعد كده. وكتب المحامي في الطلب إنه الأطفال كانوا تحت رعاية مربيات لفترة طويلة خلال الأجازة، وإنهم كان المفروض يكونوا مع أمهم وأهلها اللي بيحبوهم فعلا. وقال كمان المحامي إن الأطفال عارفين إن المتهمة لينسي في بيت جدتهم في ألاباما، حتى أصغرهم حاسس بالذنب والحزن أكتر عليها. وقال كمان المحامي إن روبرت كان بدأ يمنع لينسي من إنها تشوف أطفالها حتى من قبل التطورات اللي حصلت في البهاما، ولما كان بينقل الفلوس لحسابات مختلفة بعيد عن لينسي، وكان بياخد الأطفال بعيد عن رعايتها وبيمنعها من التواصل معاهم. طبعا راح روبرت للمحكمة عشان يمنع لينسي من إنها ترجع لأمريكا، وبعد ما رجع الاتهامات بتاعتها قال لهم روبرت إنه ممتن إنه لسه عايش لحد دلوقتي، وإن الحالة دي والجريمة كانت قريبة جدا من إنها تنفذ، وإنه قلقان على نفسه من التعرض لأي خطر بعدين بسببها. والمطلوب من الادعاء إنه يثبت إنها كانت ناوية فعلا تنفذ خطتها الإجرامية، وإنها ما كانتش مجرد تعبيرات وكلام بس مع أصحابها زي ما كانت بتقول. عاوزكم تقولي في الكومنتات إيه رأيكم في القضية دي، وهل فعلا لينسي كانت ممكن تنفذ خطتها لو ما كانتش منعتها الشرطة؟ في النهاية لو عجبك النوع ده من المحتوى اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات أول بأول. أنا أحمد شحاتة ودي قناة ببساطة. بأمان الله.